سلامات. سألوا الحظ عن الحلوين، قال لهم كفاية عليهم حلاوتهم. يعني حتى الحظ مستكتر على الحلوين حلاوتهم. ليه بقى الست الحلوة دايما حظها وحش؟ حظها وحش مع الرجالة، حظها وحش في الجواز، حظها وحش في كل حاجة. وليه الست الوحشة على طول حظها حلو في الجواز، على طول حظها حلو في الشغل، حظها حلو في كل حاجة؟ ليه بقى الست الوحشة حظها مش حلو في ولا حاجة؟ حتى الحظ مستكتر عليها الحلاوة، بيقولك كفاية عليهم حلاوتهم. وفي أمثال كتير بتتكلم على نفس الموضوع ده. ليه الست الحلوة حظها وحش والست الوحشة حظها حلو؟ يقولك حظ الحلوين نايم وحظ الوحشين دايما قايم. هو المثل مش كده، في كلمات تانية غير اللي أنا مختارها. يا ريت تكتبوا المثل الصح. ليه حظ الحلوين نايم وحظ الحلوين وحظ الوحشين قايم؟ بقى الست الحلوة عارفة انها حلوة وماشية كده وواثقة من نفسها ومتأكدة انها حلوة، وعارفة ان كل الناس اللي حواليها بيبصوا عليها ومركزين معاها من غير ما هي حتى تبص بطرف عينها كده وتشوفهم بيبصوا ولا لا او مركزين ولا لا. فهي مش هاممها مين بص ومين ما بصش، ومين موجود ومين مش موجود، ومين شغل نفسه بيها ومين مش مشغول بيها، لان هي عارفة ان الكل مشغولين بيها والكل بيبصوا عليها. فهي واثقة في نفسها، مش مهم. فتلاقيها مثلا في اي مكان، حفلة، فرح، مناسبة، مواصلات، في الشارع، ماشية بصة قدامها ومركزة مع نفسها ومش هاممها ولا اي حد في اي مكان. لكن البنت اللي نص نص، او اللي مش واثقة في نفسها، او اللي عارفة انها مش قد كده في الحلاوة، تلاقيها ماشية بتبص حواليها، بتشوف مين بص عليها ومين ما بصش عليها، ومين مركز معاها ومين اللي مشي هنا ومين اللي قعد هنا. فلو حصل ان واحد اعجب بالبنت الحلوة دي، هي مش هتديله اي اهتمام، لانها اصلا ما شافتهوش ولا بصت له بعينها ولا عملت اي لغة من لغات الجسد تقول انها شافته، ولو شافته هتبين له انها مش مهتمة بيه. على عكس البنت الوحشة او اللي هي عارفة انها مش فائقة الجمال، لو حصل ان واحد بص عليها او اعجب بيها، هتبص تلاقيها بتبص له، بدلته نفس النظرة، ورت له انها مهتمة بيه. فكل الحاجات دي جاذبة هتخلي الراجل اللي بص او مهتم ده يجي ويتكلم ويبقى موجود. اما لما البنت الحلوة قوي دي هو ما اهتمتش وما بصتش وما ركزتش وما بينتلوش انها شافته اصلا، هو كمان هيخاف يقرب. ما هو ما يعرفش، ما هي ما ادتلوش اي علامة علشان يقرب. ما هو القرب ده برضو ليه علامات. علشان حد يقرب منك لازم توريله انك عندك استعداد ان هو يقرب. لكن لو انت مش عندكيش استعداد وما وريتلوش وبصه قدامك ومركزه مع نفسك، هو هيخاف يقرب. ما انا يمكن لو قربت ما تبصش عليا، ما انا يمكن لو قربت تصدني، ما انا يمكن تحرجني، ما انا يمكن تكون مرتبطه، ما انا يمكن. لكن البنت الوحشه بقى موسعه المجال. مادام هو بص، انا مش بتكلم موسعه المجال يعني حاجه وحشه او هي حاجه غلط في اخلاقها، لكن انا بتكلم على الطبيعه. يعني الشخصيه بتكون كده، اهو في لغه جسد ولغه عيون بتقول للشخص ده تعالى كلمني، او انا موافقه، او انا استقبلت نظرتك دي، او انا عجبتني حركتك دي. وفي لغه جسد ولغه عيون بتقول ان مفيش، انا لا شفتك ولا سمعتك ولا عندي استعداد. طيب لو حصل بقى وواحد شاف نفسه سبع البرومبا وانه هيقدر يجي ويتكلم، وانها يعني هو عنده القدرات الكافيه انه يجي يقرب من الست الجامده دي ويكلمها، لما يجي يكلمها هي هتعمل ايه؟ هي برضو مش هتهتم، هتحطه مع اخواته، لان هي عندها كتير، عارفه ان عندها كتير، والكتير ده بيلخبطها وبيربكها، ما بيخليهاش تاخد القرار السليم. لان هي اذا كان مثلا البنت الوحشه او الست اللي مش جميله زي ما هي جميله جالها مثلا 4-5 عرسان، البنت الحلوه اللي عارفه انها حلوه، القويه، الذكيه، جالها مثلا 30،
فاللي جالها 4 أو يمكن جالها 1 مفيش غيره، فهي ركزت مع الواحد ده وفكرت في الواحد ده وشافت إن الواحد ده مناسب أو مش مناسب، لو مشي هيجي التاني فهيبقى مناسب. لكن البنت الجميلة الفائقة الجمال ده وجالها 10 و30 و50 ويمكن أكتر، واللي بيسمعوني وعارفين إن هم حلوين ومروا بالتجربة دي عارفين أنا بقول إيه كويس، هتبص تلاقيها مرتبكة. ما هو جالها ده ورفضته، وجالها التاني اللي هو احسن منه ورفضته، وجالها التالت اللي افضل، بس تقول ايه يعني انا رفضت الاولاني والتاني اللي هم كانوا احلى واجمد 100 مره من ده وانا هوافق على ده؟ لا برضو مش هوافق. فتلاقي البنت الحلوه اللي عارفه انها حلوه دي تتاخر في الجواز، تقعد مثلا تلاقي واحده عندها 40 سنه او اكتر 45 سنه ويقولوا لها انت لسه ما اتجوزتيش؟ ازاي؟ هما الناس عميت ولا ايه؟ بقى كل الجمال والذكاء والحلاوه دي وما اتجوزتيش؟ ويزيد ويغطي بقى لو كانت البنت دي متعلمه تعليم راقي ومثقفه، ما هو التعليم غير الثقافه. لو كانت مثقفه يعني بتفهم في الناس، عندها رؤيه، بتعرف تشوف، بتعرف تتكلم، جذابه، منطلقه في الحياه، هتبص تلاقيها بتفهم الناس من اول كلمه. يعني لما يجي لها حد كده ويقرب هي هتبقى عارفه اذا كان الشخص ده مناسب او مش مناسب، فتلاقيها على طول يا بتقبل يا بتوسع السكه لغيره، لان هي ما عندهاش وقت ولا مجهود تضيعه مع حد، لان زي ما قلت لكم كتير هي عندها كتير مستنيه تختار منهم بعدين، وكتير بتفاضل بينهم دلوقتي. ده مش معناه انها ست مش كويسه، بالعكس ده انا قلت لكم انها ماشيه في طريقها، باصه في قدامها، حتى ما بتشوفش مين حواليها، هي مش شايفه مين بيبص عليها ومين ما بيبصش عليها، ولا مين بيشغلها ولا مين مهتم ولا مين مش مهتم، هي بس مركزه مع نفسها، لان هي عارفه خلاص انها حلوه، وعارفه ان هي لما تروح اي مكان هي اللي هتبقى واكله الجو كله، فمش مهتمه بقى مين بص ومين ما بصش ومين اتكلم ومين ما اتكلمش. فالبنت الحلوه يا عيني من كتر الناس والعرسان والاهتمام اللي بتشوفه حواليها او الناس اللي بتجيلها بيلخبطوها، ما بيخلوهاش تعرف تاخد القرار المناسب بانها تتجوز مين، لانها بتنقي بين ناس كتير، ممكن يكونوا كلهم احسن من بعض، ممكن يكونوا كلهم اوحش من بعض، ممكن يكونوا زي ما يكونوا، المهم الكتره دي بتسبب لها لخبطه، بتسبب لها عدم تركيز في شخص معين ممكن تحبه او يحبها او تركز معاه وتشوفه مناسب فعلا ليها او لا، لان ده موجود وفي 3 4 تانيين موجودين، فاللخبطه دي ما بتخليهاش فعلا تاخد القرار المناسب. طيب حصل وخلاص والبنت دي اتجوزت، اختارت واتجوزت. هو طبعا في اسباب كتيره قبل الجواز، لكن انا هخش بقى على موضوع الجواز عشان ايه ما نطولش اكتر من كده. حصل بقى والبنت الحلوه اللي عارفه انها حلوه دي اتجوزت. لو اتجوزت راجل مش يعني مش واثق في نفسه 100%، ما كانش عنده علاقات قبل كده بستات حلوين زيها او اجمد منها، فالراجل ده هيكون طول الوقت جوه نفسيته عارف ان هو هي يعني ازاي الست الحلوه دي وافقت عليا ولا اختارتني ولا كده، فهيكون مش متاكد من ان هي عايزاه هو او ان هو كفايه او حاجات زي كده، فهتلاقيه على طول شاكك فيها، مش مرتاح، مش مبسوط، مش عارف يشوف شغله، مش عارف يركز في حياته، لانه طول الوقت بيفكر في الست دي والحاجات والمحتاجات. الست الحلوه دي بقى كل الرجاله والستات اللي حواليها اللي عارفين انها حلوه عايزين يعملوا فيها بومبا وخلاص. هتلاقوا وشايات واشاعات وتوقيعات كتيره جدا جدا بتحصل بعد ما الست دي بتتجوز. لو كان الراجل زي ما قلت لكم مش ما عندوش علاقات قبل كده بستات حلوه قوي زي الست اللي هو اتجوزها، هتلاقوا الراجل ده الستات اللي حواليه بعد لما اتجوز الست الحلوه دي قيمته والفاليو بتاعته عليت عند الستات التانية اللي حواليه، الناس بقى الستات اللي معاه في الشغل، اللي في الشارع بتاعه، قرايبه، ما دام اتجوز الست الحلوه دي طب ما انا كمان حلوه، طب ما انا كمان احلى وانا ما كنتش شايفاه ليه؟ فتبص تلاقي الستات اللي حواليه اللي في المحيط بتاعه ابتدوا يهتموا بيه، هو بقى بيشوف نفسه ده انا طلعت جامد قوي ولا ايه؟ فتبصوا تلاقيه بقى ايه بقى مع دي ومع دي مع دي، بعد ما كان هو ما فيش ما عندوش يعني ما بيعرفش كل الستات دول ولا هو في حياته كل الستات دول ولا حاجه، بس بعد ما اتجوز الست الحلوه وحيلي في عينين الستات التانيين اللي كل واحده عايزه تثبت لنفسها انها اجمد من الست اللي هو اتجوزها دي، بقى هو بقى مشغول فما بقاش مهتم بالست اللي معاه دي، بقى مركز بقى مع جيرانه مع قرايبه مع الستات اللي في الشغل اللي كلهم كل واحده فيهم عايزه تقول انا اجمد من اللي انت اتجوزتها دي.
بالاضافه بقى لاشاعات وشايات الستات بقى اللي في حياه الست الحلوه اللي هو اتجوزها، هتبصوا تلاقوهم مش لاقيين حاجه يقولوها على الست دي، في جمالها مثلا، في شياكتها، في حلاوتها، في ذكائها، لانها خلاص هي حلوه وذكيه وجميله وفيها كل حاجه حلوه، فتلاقوهم بيوشوا بقى بيها بعد ما اتجوزت. دي كانت بتعرف فلان، دي كانت ماشيه مع فلان، ده كان فلان ده هيجوزها، ده كان فلان ده هيعمل، دي عملت، دي سوت، اشاعات اشاعات اشاعات، كأن هم مش مرتاحين او يعني مش عايزين يشوفوا الست الحلوه دي دايما اقل منهم، او في موقف ضعف، او انها فاشله، او انها ما عرفتش تتجوز، او انها ما عرفتش تحقق حاجه كويسه في حياتها. ممكن تلاقي صاحبتها بقى، صديقتها الانتيم، وده دايما ده حقيقه لازم تتدخل في الجوازه، وتلاقيها بتكلم جوز الست الحلوه دي وبقى بتحكي له عنها، عن صاحبتها بقى، كأنها بتقول حاجات حلوة، بتفضل تقول تقول تقول، وهي بتحط السم في العسل وتبوظ حياة الست الحلوة دي. فيا عيني على الست الحلوة واللي نابها من الحلاوة. وكأن في بعض الأحوال الجمال ده بيبقى نقمة على الست، وما بيكونش حاجة أبدا في صالحها. وتلاقوا أي ست حلوة في مكان، في وظيفة مثلا مهمة، اتعلمت ووصلت لأعلى المناصب، متجوزة وجوازها مستقر وحياتها كويسة، الست دي الناس بتفتكر انها وصلت، بقت في احسن شغل عشانها حلوة، بقت في احسن جوازة عشانها حلوة، بقت في احسن منصب عشانها حلوة. والحقيقة انه لا، اي ست حلوة تقابلوها وتحكي لكم عن قصتها من اول ما ابتدت لحد لما وصلت، بتكلم على الستات الحلوات الناجحات، هتقول لكم قد ايه هي تعبت في حياتها، قد ايه هي قاست واجتهدت وقابلت عراقيل ومشاكل وناس ضدها وناس حواليه، لحد لما قدرت تعدي كل ده وتوصل. عمر ما الطريق كان مفروش بالورد والياسمين للست الحلوة. صحيح ممكن لما حد يشوفها ينبهر او يكلمها بطريقة لطيفة او يحاول يتقرب منها بطريقة معينة، لكن بمجرد ما هيلاقي ان الطرق بتاعت الحاجات الغلط مسدودة هيقفل في وشها كل الابواب، وعليها هي بقى انها تبتدي تفتح الابواب دي باب باب وقفل لوحدها وبنفسها من غير اي مساعدة. بالعكس، دي ممكن تفتح الباب ويرجع يتقفل تاني، وتفتح الباب ويتقفل تاني، وتفتحه ويتقفل تاني، وهي بتكون عارفة ان السبب يمكن حلاوتها، لكن هي مضطرة انها تفضل تعافر في الحياة لان الحظ مش مساندها، متخلي عنها ورايح للوحشين. اكتبوا لي بقى المثل اللي بيتكلم على ان حظ الوحشين قايم وحظ الحلوين نايم، وقولوا للحظ يبص شوية على الحلوين وما يقولش كفاية عليهم حلاوتهم، وانتبهوا ان ملهاش اعادة، وخلوا السعادة دايما عادة. سلام.